لو انت ممرض وعايز تبعت ورقك اي ولايه في المانيا، فالموضوع محتاج شويه خطوات لازم تعملها. تعالى النهارده احكي لك بالتفصيل عن ولايه نورد راين فيسفالن، ولايه شمال الراين، ازاي تجهز الانتراج، ازاي تبعت ورقك بالشكل الصحيح، وان شاء الله يجي لك قبول. يلا بينا نبدا. بص يا سيدي، ده الانتراج بتاع النورد راين. تعالى واحده واحده بالهداوه نشوف كل خانه المفروض نكتب فيها ايه. فوق خالص على اليمين مكتوب عندك اكتنت سايشن. المكان ده بتكتب فيه رقم الملف بتاعك، وبما انك لسه ما بعتش الورق بتاعك فانت هتسيبه فاضي. بعد كده عندنا انجابن سون بيروف. هنا بتختار المسمى الوظيفي بتاعك، هتعلم على بفليجا فاخفراو بفليجا فاخمان. بعد كده هننزل على انجابن سو بيرسون. الفاميليenname هتكتب الاسم العائله بتاعك، الفورنامه الاسم الاول. الجيشليشت هتختار يا مينلش يا فايبلش. الجيبورتس داتوم هتكتب تاريخ ميلادك. جيبورتس اورت اوند لاند هتكتب المكان اللي اتولدت فيه. شتاتس انجهوريشكايت هتكتب فيه الجنسيه. فالسو تريفلت ان دوتشلاند زايت هتسيبها فاضيه لانك لسه ما سافرتش. شتراسه هاوس نوما هتكتب الشارع والبيت اللي انت ساكن فيه. بوست لايت سال هتكتب الرقم البريدي. الايميل ادريسه هتكتب الايميل بتاعك. التليفون هتكتب التليفون. وبعد كده هننزل على الاربع مربعات اللي تحت منهم انجابن سو اوسبيلدونج سو ستوديوم. المربع الاولاني اوسبيلدونج ده ستودينلاند هتكتب فيه المؤهل بتاعك زي ما مكتوب في بيان النجاح بالظبط. تحت منها داتوم ديست بلومز هتكتب السنه اللي انت اتخرجت فيها. وبعد كده عندنا في المربعين اللي قصاد منهم Ausbildungsstudien Zeitraum هتكتب الفترة اللي انت درستها، سنتين أربعة على حسب الدراسة اللي انت درستها. بعد كده عندك Berufsbezeichnung هتكتب Krankenpflege وده Krankenpflegerin. وكده احنا خلصنا الصفحة الأولى وهننزل على الصفحة التانية. الصفحة التانية هو عايز يعرف صلتك بالولاية ايه. انت دلوقتي في مصر وما عندكش عقد عمل، فرقم واحد دي مش هتنفع لك. ومبدئيا كده رقم ثلاثة وأربعة مالكش علاقة بيهم خالص. فانت دلوقتي الحل عندك في رقم اتنين. رقم اتنين انك تتواصل مع 3 مستشفيات، تبعت لهم ان انت عايز تشتغل، وهم يبعتوا لك دعوة للانترفيو. طبعا الكلام ده بيتبعت بالايميل، فانت بتقدمه كوثيقه رسميه. فانت لو عملت الحاجات دي هتعلم على رقم اتنين. طيب انت لو مش هتعرف تعمل الكلام دوت، عندك حل تاني. الحل التاني المثالي اللي هو مكتوب اصلا في الانتراج دلوقتي، المفروض يكون معاك الاثنين، يكون معاك سكن ويكون معاك ابزيشتك ليهم. بس بما انك في مصر فانت ما معكش سكن، فانت ما تعلمش على السكن، هتعلم بس على الاين ابزيشتك ليهم mit der Ort der Tätigkeitsaufnahme in، وتحط المدينه اللي انت عايز تشتغل فيها في النورد راين، دوسلدورف مثلا ولا اسن ولا دورتموند. تكتب اي مدينه، بس الابزيشت اكليرهم يتكتب بطريقه معينه او تتكتب بطريقه حلوه تبين له ان انت عايز تشتغل في المانيا. عملناها مع ناس كتير والحمد لله جالها البشاير. فانت ما عندكش الحلين دول، يا ابزيشت اكليرهم يا اما تعلم مع رقم اتنين وتتواصل مع 3 مستشفيات. طيب خلاص خلصنا كده من النقطه دي. هننزل بعد كده على انجابن zu früheren Antragsverfahren. هنا هو عايز يعرف انت اتواصلت مع اتواصلت مع ولايه قبل كده ولا اول مره تبعت ورقك لمكتب المعادله. لو انت ما بعتش ورقك لاي ولايه قبل كده هتعلم على 9. طيب لو انت اتواصلت مع حد قبل كده هتدوس على يا وتكتب الولايه اللي انت راسلتها قبل كده. بما انك ما راسلتش فهندوس على 9. بعد كده عندنا الاربع مربعات اللي تحت دول كلهم لازم اجباري تتعلم عليهم. النقطة الأولانية ملخصة إن أنت ما عليكش أحكام. النقطة الثانية ملخصة إن أنت الترخيص بتاعك في مصر لسه موجود، إن أنت مسموح لك تمارس المهنة في مصر. النقطة الثالثة إن أنت كل المعلومات دي صحيحة، وإنك مسؤول مسؤولية كاملة لو المعلومات مش صحيحة وممكن تتعرض لعقوبات. النقطة الرابعة بعرفك إن الإجراء دوت إجراء مكلف هتدفع له رسوم، وإنك متفهم الموضوع دوت. كده الحمد لله احنا خلصنا الصفحة التانية، هنخش على الصفحة التالتة. هنا في الصفحة التالتة هو عايز يعرف الاختيار بتاعك. عندك خيارين. الخيار الأولاني وهو المفروض تعلم عليه، إن أنت تبعت الورق بتاعك وهو هيشوف الورق بتاعك ويقول لك هل أنت ليك أمباسونج ولا ليك كنتنسة. ولو أنت ليك أمباسونج هيكتب لك الساعات العجز اللي عندك. فده الافضل ليك، لانك لو ان شاء الله عندك شهاده خبره تفصيليه وشغال بقالك فتره ممكن يجي لك اعتراف كامل وما تحتاجش اصلا معادله. الخيار التاني وانا ما رشحلكش تعمل دوت، ان انت مستغني ان هو يشوف الورق بتاعك وانت من البدايه عايز يجيب لك كنت نسا. للاسف يعني في شركات بتعمل كده وبتدوس على رقم اتنين وبتعلم لك وانت بتمضي تحت والموضوع بيعدي، وفي الاخر بتسال انا ليه جالي كنت نسا بس. فانت بالنسبه لك الافضل تعلم على رقم واحد. ولو انت ماشي مع شركه ركز ان انت بتمضي على الانتراج ورقم واحد هو اللي متعلم عليه. كده احنا خلصنا الصفحه الثالثه. الصفحه الرابعه دي خاصه بالدات شوتس.
كل اللي هتعمله فيها هتملى البيانات بتاعتك، الفاميليenname، الشتراسه، البوستلايتزال، الايميل، وبعد كده هتمضي في المكانين اللي فيهم انتشرفت. هو الملخص بتاعها بيقول لك ان انت موافق ان هم يعملوا سكان الورق بتاعك وان هم يبعتوا لك بالايميل. طبعا ده ما فيهوش مشكله خالص، هتمضي عليه. بعد كده هننزل على الصفحه الخامسه دي، الفول ماخت، انت مش محتاجها، تسيبها فاضيه خالص. او لو انت عايز تعرف معلومات عنها، الجزء الاولاني اللي هو مكتوب فيه فول ماخت جيبه، ده الجزء الخاص بيك، بتملى فيه البيانات بتاعتك، ده لو انت هتعمل تفويض لحد. والجزء التاني اللي مكتوب عليه فول ماخت نيمه، ده اللي هياخد منك التفويض. وتحت خالص في 4 مربعات، كل مربع فيهم بتدي صلاحيه للمفوض. اول نقطه ان انت موافق ياخد البوست بتاعك. النقطه الثانيه ان هو يعرف معلومات عنك. النقطه الثالثه ان ده تفويض شامل يشمل كل حاجه. والنقطه الرابعه انت مش محتاج تعلم عليها. في الاغلبيه بيعلموا على الفول اون فينجلش سوفرتريتن، يعني دوت تفويض شامل يعملوا كل اللي هم عايزينه. بعد لما بتعمل التفويض بتيجي على انت شريفت وتمضي. بما انك هتمشي لوحدك، انت هتسيب الورقه دي فاضيه، مش هتعمل فيها حاجه خالص. بعد كده عندنا صفحه 6 و7 و8، دي الاوراق اللي انت المفروض تحضرها. انا شرحت ده في الفيديو اللي فات، لو انت ما اتفرجتش عليه هسيب لك اللينك في الكومنتات، خش اتفرج عليه. هقول لك بسرعه كل نقطه عباره عن ايه. اول حاجه هتملى الانتراك بتاعك اللي احنا بنعمله دلوقتي، وكاتب لك قصاد منه بيرسونليش unterschreiben. هو مش عايز الورق يكون تعمله سكان، مش عايز ان انت مثلا تبعت له كوبي، مش عايز ان انت تمضي عليه وتتصور الامضه. هو عايز الورق زي ما هو، زي ما انت مضى عليه تبعته له. تاني حاجه الليبلز لاوف، ده السي في بتاعك وهتمضي عليه برضو. تالت نقطة البيرسونال اوسفايس، ده جواز السفر بتاعك، وهو مش طالب منك تعقيدات، هو كاتب اينفاخا كوبي، يعني انت هتبعت له صورة. ما تقعدش بقى تترجم لي في جواز السفر وتصرف عليه فلوس، هو مش محتاج ده اصلا. رقم 4، ده عايز يعرف لو انت غيرت الاسم بتاعك. في ألمانيا مثلا السيدات لو واحدة اتجوزت بتاخد اللقب بتاع الزوج، في مصر والدول العربية مفيش الكلام ده، فانت مش محتاج تعمل حاجة. رقم 5، وعايز يعرف صلتك بالولاية ايه، واحنا شرحنا ده في النقطة رقم 2. رقم 6، ده بيان النجاح بتاعك. رقم 7، بيان عدد ساعات الدراسة. رقم 8، شهادة الامتياز. رقم 9، ترخيص مزاولة المهنة بتاعك، هو عايز يطمن ان انت لسه مسموح لك تشتغل في بلدك. رقم 10، ده شهادة الخبرة بتاعتك، واحنا هنقف في البيغوفس افاونج شوية. هو هنا عايز يعرف بالتفصيل، اول حاجة البيغوفس بتسايشنونج، المسمى الوظيفي بتاعك ايه. تاني حاجة الضوء، اشتغلت قد ايه، يعني المدة اللي انت اشتغلتها من فترة كذا لفترة كذا. اشتوندن ومفانج، هو عايز يعرف يعني الساعات كانت قد ايه بالظبط اللي انت كنت بتشتغلها في الاسبوع. التيتشكايتن، عايز يعرف انت كنت بتعمل ايه في بلدك، ايه هي المهام اللي كانت عندك. جيجيبنز فالس دي ستاسيون، عايز يعرف لو انت اشتغلت مثلا في العناية تكتب العناية، اشتغلت في الغسيل الكلوي تكتب الغسيل الكلوي. فانت بتذكروا الحاجات دي في شهاده الخبره، والحاجات دي مهمه عشان خاطر بتسهل عليك بعد كده، مثلا لو ليك امباسون بيقلل لك عدد الساعات. فانت ما تكسلش، يعني اعمل الموضوع ده، الموضوع ده مهم. رقم 11، ده لو انت حضرت حاجات زياده، مثلا سوزاسك فاليفيكاسيونن، يعني مثلا عملت ماجستير، دبلومه، عملت اي حاجه زياده تترجمها وتبعتها له. رقم 12، وعايز يعرف لو انت قدمت ورقك في اي ولايه تانية وخدت فيها قرار. كده انت خلصت الورق بتاعك. هتيجي على بوست ان شريفت، ده العنوان اللي انت هتبعت عليه، تبعته باي شركه شحن، بالدي ها ال، ميدل ايست، اي شركه شحن متاحه في بلدك. كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لكم جميعا التوفيق.